بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبار بعثة النادي الأهلي إن البعثة سافرت امبارح إلى جنوب أفريقيا ووصلت فجر اليوم بسلامة الله. لكن قبل ما نقول أخبار البعثة هنقول خبر إن مصطفى شوبير خارج كأس الانتر كونتيننتال. في إشاعة طلعت عن وجود خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بإن الشناوي لا ما يجلس دكة لشوبير لما شوبير يلعب، والعكس بالعكس إن شوبير مش هيكون على الدكة لو الشناوي هيلعب. دي الإشاعة اللي طلعت. يقول لك الدليل على كده إن الشناوي غاب عن مباراة البنك الأهلي لما شوبير كان أساسي، ولما رجع الشناوي لمباراة أورلاندو الجنوب أفريقي غاب شوبير. دي الإشاعة اللي طلعت. طب الحقيقة إيه بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الحارس مصطفى شوبير أصبح خارج حسابات النادي الأهلي في قائمة الفريق النهائية بكأس الانتر كونتيننتال، مش مباراة جنوب أفريقيا بس، في كأس الانتر كونتيننتال. ليه؟ لأن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق صرح بأن مصطفى شوبير أصيب في مباراة البنك الأهلي بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وبكده يغيب الحارس مصطفى شوبير عن مباراة جنوب أفريقيا وعن كأس الانتر كونتيننتال اللي هي مباراة كأس التحدي في قطر. طيب نقول بقى بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبار الأهلي في جنوب أفريقيا. المباراة ستقام عصر يوم السبت إن شاء الله ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وصرح سامي قمصان المدرب العام للفريق أن إقامة المباراة عصرا يزيد من صعوبتها. طبعا فرق جنوب أفريقيا بتتفنن في إقامة المباراة في الوقت الصعب للنادي الأهلي اللي هو وقت العصر، أن الأهلي متعود يلعب بالليل، وهم بيخلوا مباراتهم مع النادي الأهلي وتقريبا النادي الأهلي فقط عصرا عشان تبقى صعبة على النادي الأهلي. طبعا زي ما قلنا البعثة وصلت فجر اليوم الخميس، وظهر الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري في بعد تعافيهما من الإصابة، ظهروا في البعثة وسافروا مع البعثة. أيضا إمام عاشور ظهر مع البعثة وانتظم في تدريبات الفريق في تدريبات الجماعية في الأيام الماضية قبل أيام. لكن اللي خرج من القايمة هو مصطفى شوبير بسبب الإصابة. طيب قائمة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا لمباراة أورلاندو: حراسة المرمى محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. خط الدفاع رامي ربيعة، أشرف داري بعد ما رجع، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي قفشه. الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، ويرجع لنا بنتيجة إيجابية إن شاء الله، ونشوفكم في لقاءات قادمة ونقول السلام عليكم.